في رده الأول على تصريحات الفنانة مادلين طبر بأنها تتمنى ظهور الزعيم عادل إمام إعلاميا وأن يحضر تكريماته. وكان عصام إمام قد كشف عن حقيقة اعتزال الزعيم عادل إمام التمثيل بعد غيابه 3 سنوات عن الساحة الفنية، قائلا: الزعيم بخير وصحته جيدة، وأنباء مرضه ودخوله المستشفى كلها شائعات لا صحة لها. وكان غياب الزعيم عادل إمام لأكثر من 3 سنوات منذ تقديم مسلسله الأخير فالنتينو قد أثار قلق جمهوره عليه، فعلى الرغم من مطالبات محبيه له بالظهور للاطمئنان عليه، فهو لم يفعل حتى الآن، واكتفى بمداخلة هاتفية منذ فترة بالتزامن مع حلول عيد ميلاده.